اوكي. انتوا الفريق بتاعك طبعا على احتفاليه صغيره كده بمناسبه انك نورتينا في الاداره لسنتين. وحضرتك فاكر انا اتعينت امتى مدير تطوير البرمجيات؟ 25 ربيع الاول. على فكره اي رئيس في مجاله المفروض يفتكر المناسبات البسيطه دي. بس انا بعتذر لك، مش هقدر اقبل الدعوه عشان انا متجوزه، الا اذا حضرتك عزمت جوزي. طبعا كنت هعمل كده. امال انت فاكره ايه؟ شكرا تاني على المكافاه يا باشمهندس، ولو اني مش عارفه اذا كنت استحقها ولا لا. وبمناسبه الحفله، يا ريت حضرتك كمان ما تنساش تبقى تعزم الباشمهندسه نرمين، اصلها اتعينت بعديه بيوم بالظبط. انا مش هشغل حضرتك كتير، عن اذنك. اتفضلي. متابعة المقال. ويرسم لنا نجيب محفوظ أبعاد هذا الحب الذي جاء شاعري في عالم موازني ولكن تؤذينني في واقعي والعالم الملموم. فلا تقارني فلا تشابه أبدا، أختارك ولو أصطيتني الركوز. عند أعيوبي ثم اختارني رفيقا، ومن غفر الأخطاء ساحب الذكر. اتصل بشو. ايه يا شو انت فين؟ أنا في حفلة مع صاحبتي، عايز حاجة يا حبيبي؟ ما حضرتهاش ليه على الانفرادي؟ عشان معيش سفرة ولا تصريح حضور، فقلت هدخل مع دوار ما نقدرش نقولها. تمام. اتبسط يا حبيبتي. طيب سلام يا حبيبي. حسب عن مروان ده. ممكن تكون شخص ناجح غني مشهور مع الفلوس، لكن دايما حاسس ان في حاجه ناقصه. لاني مدافع انسان صعب اشعر بالاكتفاء بسهوله. دوري بقى اساعدك تلاقي اللي انت بتدور عليه مهما كنت متخيل انه غريب او مستحيل، لاني دايما مؤمن ان في طريقه. حاول يا بنات. ايه يا يونس، ايه جايبنا على ملا وشي كده ليه؟ انت مش حاجه ستي عشانك. مش مهم مش مهم. المهم انا ايه قول ما تكسبش. لا اديني فرصه وحافظ على التباعد الاجتماعي. مش باين عليه. انا كنت عايز ايه؟ اسالك يعني على حساب عايز فلوس؟ حساب مروان الذهبي. ما قلت لك من الاول. ايه ده؟ حساس الاكل بس بالراحه بس كده. انت محتاجني دلوقتي اسمع مروان الذهبي ملوش اي حسابات ولا على الافتراضي. انت لو عايز تقابله لازم تقابله مقابله فعليه. هو ساكن في حته غريبه كده. انا هديك العنوان. عبيط؟ عايزني انا اروح له؟ مروان حد يعمل كده؟ حد يعمل كده؟ اعمل ايه؟ انا بنادي عليه. انا اسف يا بنات، احنا دلوقتي هنرجع نستنجد بالطبيعه زي ما نشحن نضرب. مروان وبعدين بقى كده كتير كده كتير. الساعة كده من أول المكان. ايه ده؟
عايز ايه؟ احب اعرفك انا عندي مشكله. واحد من اصدقائي قال لي انك ممكن تقدر تساعدني، مع اني اشك، بس بصراحه محرج شويه. بتحب موظفه عندك في الشركه وانت متجوز ومخلف وهي كمان متجوزه. تعرفت ازاي؟ صح ولا لا؟ شكرا يا رجاء. انا مش عاوزك تقلق خالص. انت مش جاي دجال، انت جاي لاشطر معالج سلوكيات. بلاش معالج سلوكيات دي بالله عليك. ليه؟ ايه العيب في كده؟ كلنا عندنا سلوكيات غير منضبطه ومحتاجين ان احنا نغيرها. الظاهر اني قلت من مركزي لما وافقت قبلك. او بدل ما نغير سلوكياتنا الغير منضبطه نستمتع بممارستها في السر من غير ما حد يعرف. تقصد ايه؟ لو قدرنا المرة دي نسيطر على الخلل أو الاختراق اللي حصل جايز جدا ما نقدرش بعد كده. علشان كده يا حضرات كل واحد فيكم هيسيب النظارة بتاعت الشغل بتاعته بعد الاجتماع. هو حضرتك بتشك فينا يا باشمهندس؟ أيوه. الحذر واجب برضه. أنا مش عايز تسريبات كتير. إحنا هناخد أجازة يومين لحد ما الفحص يخلص. مهند؟ لسه ما وصلتش حاجة. طب البس النضارة عشان أعرف أشوفك. وصلت لحاجة يا نايمة. هو أنت مش عايز تشوفني؟ قرر يسألني من المرة التالتة. لسه ما وصلتش حاجة. يونس عايز يستقل بالشركة عشان يعمل دولة جوه الدولة، ومش بعيد يكون هو اللي عمل موضوع الاختراق ده علشان خاطر يطير كل قوات الأمن وتبقى حجة. كنا نعرف طبعا نستخدم ده يكون ضرورية الشركة كلها تحت ايدينا. في حاجة ممكن تخليه يعرف يدخل من غير ما يكتشف. ايه؟ الاختراق الممكن. انت عارفة خطورة اللي انت قلتيها؟ شكلك حلو قوي النهارده. لا انت مدركة خطورة اللي انت قلتيها ولا لا؟ مدركة. الاختراق ده لو من الافتراض المظلم ويوم تتلعب في النظام الأمني السيرفرات كلها هتنهار. ليه بتقولي الكلام ده بالصوت دي؟ عشان قلت 600 مرة بأداء تاني مختلف عنك، وكل مرة كنت بقول فيها إن إحنا لازم نوقف يونس نعمل حاجة. هو أنت ما سألتش نفسك ليه الاختراق ده مش مؤثر؟ يعني مجرد مبنى غريب ظهر، مش مجموعة سيرفرات اتضربت أو اتشفرت. اللي عمل كده ممكن يكون هدفه إنه يحصل خلل وعايز يلبسه في الأمن السيبراني. فيبقى حق الاستقلال مشروع وبعت رزقات الأرض سهلة. بس سيبك، انت زي الأول النهارده. كنت زي القمر النهارده في الحفلة، جالك احساس كتير. بس احسن ليونس لو سمعك يقتلني، ما تعرفيش هو بيدل عليا انت ايه. رامي حبيبي
انا بقوله ده هو مين؟ افهم الاول هتعمل ايه. والله لو قلقان ممكن تاخده وتمشي. انا عايز اطمن بس ان مفيش اي حاجه هتسبب لها اذى من اي نوع. احنا مالناش دعوه بيها خالص، احنا بس هناخد نسخه من بياناتها. بعد التحليل ما يخلص هيبقى معاك نسخه تانيه من باشمهندسه مريم، نفس الصوت والشكل والشخصيه والذكريات. تقدر تتواصل معاها وتعمل معاها اللي انت عايزه من غير ما حد يعرف ولا هي نفسها تعرف. وساعتها مش هتضطر انك تنفصل عن مراتك او تحتاج مريم الحقيقيه في حاجه. اعتقد ده حل مرضي لجميع الاطراف. كل الناس بتشرب انت تعرفني كويس. انا كنت في يوم من الايام مصنف على عالم في البرمجه لحد ما قررت اني اسيبها بنفسي واتفرغ للعماره والبزنس، مع احترامي طبعا لتصنيف حضرتك. بس البرمجه اتطورت وبقى ليها ابعاد تانيه كتير. على فكره انا كنت ممكن اعمل الاستنساخ اللي انت عملته ده عادي، وما عملتش كده ليه؟ علشان ببساطه النضاره اللي انت استنسختها دي مريم لازم تلبسها علشان تشتغل. مفيش نضاره واقع افتراضي تشتغل بعدها. انا رئيس شركه العالمين الاستاذ اللي خلقت الواقع الافتراضي اصلا. عشان كده بقول لك البرمجه اتطورت كتير يا سياده الريس. الذكاء الاصطناعي ما خلاش، بقى بيدرس دماغها وبيتصرف زي شخصيتها بناء على البيانات اللي احنا بندخلها. احنا كبشر لسه ما قدرناش نخلي الذكاء الاصطناعي يواكب وعي الانسان بنسبه 100% ولا حتى 50. تم استنساخ الشخصية بنجاح. جرب. معاك 7 أيام مجاني. ماشي. مش كان يكون الممثلين يبقى بقى بص يا ابني الصور كلها ربع ساعة ثم يخلص. يا ابني بطل حركة. طب انا مزنوق من الاول يا عم وقاعد. طب بسرعة. نجح الاتصال. عجبك المكان يا باشمهندس يونس؟ مهندسة مريم، مهندسة مناسبة في الشغل أكتر. مريم كويس. أقدر أنا كمان أقول يا يونس؟
حاسس انك مريم فعلا. ما تفكرش كتير، فكر بس اني قدامك وموجودة واقدر اقدم لك كل اللي تتمناه. انا ملكي ليك. النهارده كام الشهر؟ 25 ربيع الاول، اول يوم شفتك فيه في الشغل، اليوم اللي حبيتك فيه من اول نظرة، بس ما كنتش اقدر اقول. وصحيح شكرا تاني على المكافأة اللي اديتهاني، رغم اني لسه شايفة انه مبلغ كبير. انا عارفة اللي انت عايز تقوله ومش قادر تقوله. ومريم الحقيقية عارفة كمان؟ انا مريم الحقيقية اللي مش بتقدر تشيل عينك من عليها، عينك دايما فرحاك قدامي. وجوزك؟ هنا انا ما عنديش جوز غيرك. احنا هنا لوحدنا، مفيش موظفين يشوفونا ولا اي حد يقلق منه. عايزاك يونس الحقيقي، مش مديري في الشغل، زي ما انا حقيقية معاك. تقصد ايه؟ لو قدرنا المرة دي نسيطر على الخلل أو الاختراق اللي حصل، جايز جدا ما نقدرش بعد كده. علشان كده يا حضرات، كل واحد فيكم هيسيب النظارة بتاعت الشغل بتاعته بعد الاجتماع. هو حضرتك بتشوف فينا يا باشمهندس؟ أيوه. حصل واجب برضه. أنا مش عايز تسريبات كتير. إحنا هناخد أجازة يومين لحد ما الفحص يخلص. مهند، لسه ما وصلتش حاجة. طب البس النضارة عشان اعرف اشوفك. وصلت لحاجة هناك. هو انت مش عايز تشوفني؟ قرر يسألني من المرة التالتة، لسه ما وصلتش حاجة. يونس عايز يستقل بالشركة عشان يعمل دولة جوه الدولة، ومش بعيد يكون هو اللي عمل موضوع الاختراق ده علشان خاطر يطير كل قوات الأمن وتبقى حجة. كنا نعرف طبعا لو استخدمت هيكون برمجية الشركة كلها تحت ايدينا. في حاجة ممكن تخليه يعرف يدخل من غير ما يكتشف. ايه؟ الافتراضي ممكن. انت عارفة خطوة اللي انت قلتيها؟ شكلك حلو قوي النهارده. لا انت مدركة خطوة اللي انت قلتيها ولا لا؟ مدركة. الاختراق ده لو من الافتراضي المظلم ويونس لعب في النظام الأمني، السيرفرات كلها هتنهار. ليه بتعملي الكلام ده بالصوت دي؟ عشان قلت 600 مرة بأداء تاني مختلف عنك، وكل مرة كنت بقول فيها إن إحنا لازم نوقف يونس نعمل حاجة. هو أنت ما سألتش نفسك ليه الاختراق ده مش مؤثر؟ يعني مجرد مبنى غريب ظهر، مش مجموعة سيرفرات اتضربت أو اتشفرت. اللي عمل كده ممكن يكون هدفه إنه يحصل خلل وعايز يلبسه في الأمن السيبراني، فيبقى حق الاستقلال مشروع وبيع سيرفرات الأرض سهل. بس سيبك، انت زي القمر النهارده. كنت زي القمر النهارده في الحفله، جالك احساس كتير. بس احسن ده يونس لو سمعك يقتلني، ما تعرفيش هو بيغير عليا قد ايه. رامي يلا يا حبيبي ده هو هنا يلا.
راجل انت كويس؟ هو بالنسبة لك؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ هو مين؟ افهم الاول هتعمل ايه؟ والله لو قلقان ممكن تاخده وتمشي. انا عايز اطمن بس ان مفيش اي حاجه هتسبب لها اذى مهمه، احنا مالناش دعوه بيها خالص، احنا بس هناخد نسخه من بياناتها. بعد التحليل ما يخلص هيبقى معاك نسخه ثانيه من باشمهندسه مريم، نفس الصوت والشكل والشخصيه والذكريات، تقدر تتواصل معاها وتعمل معاها اللي انت عايزه من غير ما حد يعرف ولا هي نفسها تعرف. وساعتها مش هتضطر انك تنفصل عن مراتك او تحتاج مريم الحقيقيه في حاجه. اعتقد ده حل مرضي لجميع الاطراف. كل الناس بتشرب انت تعرفني كويس. انا كنت في يوم من الايام مصنف على اعانه في البرمجه لحد ما قررت اني اسيبها بنفسي واتفرغ للعماره والبزنس، مع احترامي طبعا لتصنيف حضرتك. بس البرمجه اتطورت وبقى ليها ابعاد تانيه كتير. على فكره انا كنت ممكن اعمل الاستنساخ اللي انت عملته ده عادي، وما عملتش كده ليه؟ علشان ببساطه النضاره اللي انت استنسختها دي مريم لازم تلبسها علشان تشتغل. مفيش نضاره واقع افتراضي تشتغل بعدها. انا رئيس شركه الاعلام الاستاذ اللي خلقت الواقع الافتراضي اصلا. عشان كده بقول لك البرمجه اتطورت كتير يا سياده الريس. الذكاء الاصطناعي ما خلاش، بقى بيدرس دماغها وبيتصرف زي شخصيتها بناء على البيانات اللي احنا بندخلها. احنا كبشر لسه ما قدرناش نخلي الذكاء الاصطناعي يواكب وعي الانسان بنسبه 100% ولا حتى 50. تم استنساخ الشخصية بنجاح. جرب. معاك 7 أيام مجاني. ما عملتش. مش كان الممثلين يبقى بقى بص يا ابني الصور كلها ربع ساعة في الماء يعني بكتر في الكوبري. طب انا مزنوق من الاول يا عم وقاعد. طب بسرعة. نجح الاتصال. عجبك المكان يا باشمهندس يونس؟ مهندس مريم، مهندسة مناسبة في الشغل أكتر. مريم كويس. أقدر أنا كمان أقول يا يونس؟
التطور اللي صنعه مرعب. أنا حاسس إنك مريم فعلا. ما تفكرش كتير، فكر بس إني قدامك وموجودة وأقدر أقدم لك كل اللي تتمناه. أنا ملكي ليك. النهارده كام الشهر؟ 25 ربيع الأول، أول يوم شفتك فيه في الشغل، اليوم اللي حبيتك فيه من أول نظرة، بس ما كنتش أقدر أقول. وصحيح شكرا تاني على المكافأة اللي اديتهاني، رغم إني لسه شايفة إنه مبلغ كبير. أنا عارفة اللي أنت عايز تقوله ومش قادر تقوله. ومريم الحقيقية عارفة كمان؟ أنا مريم الحقيقية اللي مش بتقدر تشيل عينك من عليها، عينك دايما فرحاك قدامي. وجوزك؟ هنا أنا ما عنديش جوز غيرك. احنا هنا لوحدنا، مفيش موظفين يشوفونا ولا أي حد نقلق منه. عايزاك يونس الحقيقي، مش مديري في الشغل، زي ما أنا حقيقية معاك. أوعدك. رامي انت حاسبني يوم الأجازة وتنام؟ غريبة أوي موضوع الأجازة ده، مش عاجبك يعني؟ مين اللي قاعد بره؟ أنا أخدت على فكرة يومين أجازة علشان أقعدهم معاك. الأجازة دي علشاني ولا عشان في تحديثات في الشركة؟ لا يا حبيبتي نامي. الأمن قاعد؟ ولا أقول لكم أنا أروح الشغل. قوم الشركة أولى بيه من دول برضه. الأمن قاعد؟ الأمن إنجز. اسلام قاعد؟ خالد قاعد ولا اسلام؟ هو أنت كنت فين كل ده؟ كنت معاكي. نعم. أنا تعبان ومحتاج أنام. عايز أنام. رد عليا بقولك كنت فين؟ كنت سهران في الشغل وعامل حسابك الفترة اللي جاية هسهر كتير قوي في الشغل. طبعا كالعادة. هو انت تعرف ان رامي بيلعب العاب عنف الاطفال يضربوه؟ يونس يا يونس رد عليا. أستاذ سليم، بس طبعا هتدخل تحت أمرك. كنت محتاجة حضرتك توافقلي على أجازة لمدة أسبوع بداية من بكرة. أنا مش مهندس، أنت عارفة إن إحنا لسه ما خلصناش من الاختراق الأمني اللي حصل. نزلت أول 3 حلقات على اللاب. أنا كنت محتاجاها لأسباب أسرية. حضرتك عارف إن أنا ما باخدش أجازات خالص غير لأسباب شهرية. والله مش مهندس، أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه. محتاجة حاجة يا مريم؟ شوف النهارده؟ لا مش مهندس، هي مش مهندسة كانت عايزة أجازة أسبوع يعني. حضرتك عارف الوضع وأنا محرج منها جدا. أنا يا باشمهندس عندي ظرف عائلي وكنت وضحت ده للأستاذ سليم، بس طبعا لو الشركة هتكون محتاجاني أنا هبقى موجودة. لا اللي أنت محتاجاه يحصل. أستاذ سليم من فضلك ادي مريم الأجازة اللي هي عايزاها. متشكرة يا باشمهندس يونس. شوف مين بقى هيشيل شغلها قبل ما تاخد الأجازة. ما عشان كده قلت بلاش يا باشمهندس. صرف يا أستاذ. ماشي. بتشوف ساعتها. بس كده أنا كمان بصراحة بقى محتاج أجازة يومين. مفيش أجازات. إحنا نظر. بقول لك كلهم قاعدين.
ودانا خالص. تقول حاجة ازاي؟ بقول بجد تحقق صعب. عشان رايح ده ميت من بره. عندي اجتماع مهم جدا في الافتراضي. عايز هدوء تام وعزل كل للصوت. ممنوع دخول اي حد مهما كانت الاسباب. سيتم تنفيذ الاوامر بدقه. النهارده انا جيت بنفسي عشان نكرم يونس محمود الاول على المدرسه. راجع من الزمن. هو ايه عايز ارجع كده؟ راجع من الزمن، هو ده يوم الزمن. هو ليه تمام من جنب؟ انت ازاي وصلت لليوم ده؟ عرفت انه يوم مهم بالنسبه لي. عرفت منين؟ ليه مصر تتعب نفسك في التفكير؟ ليه مش عايز تتبسط باللحظه اللي انت عايشها؟ بحب اكون فاهم. وده اللي خلاني شاطر في شغلي. احنا اتفقنا ان احنا مش في الشغل. مش مهم نفهم. المهم ان احنا مع بعض. الأول على المدرسة. مش كنا دخلنا الساعة؟ حاجة تخليك فخور جدا بنفسك وانت طفل. مش كنا دخلنا الساعة؟ حاجة تخليك عمرك ما تنسى اليوم ده أبدا. قالت لي مش شغال. هو فعلا يوم مهم بس مش عشان تتكلم. اليوم ده كان مهم بالنسبة لي لأني اتعافيت من مصاريف المدرسة. عشان ايه؟ وده كان اليوم الوحيد مش عارف. اللي قدرت أخفف فيه عن والدي حمل من أحماله. يا عم الصبر لما اشوف معايا فلوس كام. خلينا ما نفكرش في اللحظات الحزينة. أنا آسفة قلبت عليك المواجع، ما كانش قصدي. نتكلم في حاجة تانية. أنت خدت لي أجازة النهاردة. كنت مرهقة شوية من التفكير. في إيه؟ فيك. شرط صح يا ابني أكون متجوزة حد وبحب حد تاني. يا ترى ده كان اختبار عشان تتأكد؟ معاه 7 أيام مجاني. مش كان المصلين بص يا ابني الصور كلها ربع ساعة في ما يخلص. يا ابني بطل الكاميرا هناك. طب انا مزنوق من الاول يا عم وقاعد. طب بسرعة. ناجح الاتصال. عجبك المكان يا باشمهندس يونس؟ مهندس إبراهيم. مهندسة مناسبة في الشغل أكتر. ماري
اقدر انا كمان اقول يا يونس؟ مستحيل. مش مصدق التطور اللي وصلنا له. مرعب. انا حاسس انك مريم فعلا. ما تفكرش كتير، فكر بس اني قدامك وموجودة واقدر اقدم لك كل اللي تتمناه. انا ملكي ليك. النهارده كام الشهر؟ 25 ربيع الأول، أول يوم شفتك فيه في الشغل، اليوم اللي حبيتك فيه من أول نظرة، بس ما كنتش أقدر أقول. وصحيح شكرا تاني على المكافأة اللي اديتهاني، رغم إني لسه شايفة إنه مبلغ كبير. أنا عارفة اللي أنت عايز تقوله ومش قادر تقوله. ومريم الحقيقية عارفة كمان؟ أنا مريم الحقيقية اللي مش بتقدر تشيل عينك من عليها، عينك دايما فاتحاك قدامي. وجوزك؟ هنا أنا ما عنديش جوز غيرك. إحنا هنا لوحدنا، مفيش موظفين يشوفونا ولا أي حد يقلق مننا. عايزاك يونس الحقيقي، مش مديري في الشغل، زي ما أنا حقيقية معاك. أوعدك. رامي انت هتسيبني يوم الأجازة وتنام؟ غريبة أوي موضوع الأجازة ده، مش عارف ليه يعني. مين اللي قال أنا أخدت على فكرة يومين أجازة علشان أقعدهم معاك. الأجازة دي علشاني ولا عشان في تحديثات في الشارع؟ لا يا حبيبتي نامي. الأمن قاعد ولا أقول لكم أنا أروح الشغل. قولوا شركة أولى بيه من دول برضه. الأمن إنجز. اسلام قاعد. فريد قاعد ولا اسلام؟ هو أنت كنت فين كل ده؟ كنت معاكي. نعم. أنا تعبان. تعبان ومحتاج أنام. عايز أنام. رد عليا بقولك كنت فين؟ كنت سهران في الشغل. وأعمل حسابك الفترة اللي جاية هسهر كتير أوي في الشغل. طبعا كالعادة. هو أنت تعرف إن رامي بيلعب ألعاب عنف الأطفال يضربوه؟ يونس يا يونس رد عليا. أستاذ سليم. بس طبعا هتدخل تحت أمرك. كنت محتاجة حضرتك توافقلي على أجازة لمدة أسبوع بداية من بكرة. أنا مش مهندس. أنت عارفة إن إحنا لسه ما خلصناش من الاختراق الأمني اللي حصل. نزلت أول 3 حلقات على اللاب. أنا كنت محتاجاها لأسباب أسرية. حضرتك عارف إن أنا ما باخدش أجازات خالص غير لأسباب شهرية. والله مش مهندسة، أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه. محتاجة حاجة يا مريم؟ تشوف النهارده؟ لا مش مهندس، هي مش مهندسة كانت عايزة أجازة أسبوع يعني. حضرتك عارف الوضع وأنا محرج منها جدا. أنا يا باشمهندس عندي ظرف عائلي وكنت وضحت ده للأستاذ سليم، بس طبعا لو الشركة هتكون محتاجاني أنا هبقى موجودة. لا اللي أنت محتاجاه يحصل. أستاذ سليم من فضلك ادي مريم الأجازة اللي عايزاها.
متشكرة يا باشمهندس يونس. شوف مين بقى هيشيل شغلها قبل ما تاخد الاجازه. ما عشان كده قلت بلاش يا باشمهندس. اتصرف يا استاذ. ماشي. بتشوف ساعتها. بس كده انا كمان بصراحه بقى محتاج اجازه يومين. مفيش اجازات. احنا نظر. بقول لك كلهم قاعدين. وده انا نظر. تقول حاجه اسمها؟ بقول بجد تحترم ساعتها. عشان رايح ده ميت وجاي من بره. عندي اجتماع مهم جدا في الافتراضي. عايز هدوء تام وعزل كل للصوت. ممنوع دخول اي حد مهما كانت الاسباب. سياسيين خلفين الاوامر الجديده. النهارده انا جيت بنفسي عشان نكرم يونس محمود الاول على المدرسه. راجع من الزمن. هو ايه عايز ارجع كده؟ هو راجع من الزمن. هو ده يوم الزمن. هو ليه كمان من كام سنة؟ انت ازاي وصلت لليوم ده؟ عرفت انه يوم مهم بالنسبه لي. عرفت منين؟ ليه مصر تتعب نفسك في التفكير؟ ليه مش عايز تتبسط باللحظه اللي انت عايشها؟ بحب اكون فاهم. وده اللي خلاني شاطر في شغلي. احنا اتفقنا ان احنا مش في الشغل. مش مهم تفهم. المهم ان احنا مع بعض. الأول على المدرسة. مش كنا دخلنا الساعة؟ حاجة تخليك فخور جدا بنفسك وانت طفل. مش كنا دخلنا الساعة؟ حاجة تخليك عمرك ما تنسى اليوم ده أبدا. قالت لي مش شغال. هو فعلا يوم مهم. بس مش عشان انت كريم. اليوم ده كان مهم بالنسبة لي إن اللي اتعافيت من مصاريف المدرسة. عشان ايه؟ وده كان اليوم الوحيد مش عارف. اللي قدرت أخفف فيه عن والدي حمل من أحماله. يا عم استبر لما شفناها فلوس كام. خلينا ما نفكرش في اللحظات الحزينة. أنا آسفة قلبت عليك المواجع، ما كانش قصدي. نتكلم في حاجة تانية. أنت خدت لي أجازة النهاردة. كنت مرهقة شوية من التفكير. في إيه؟ فيك. شعرت صح يا ابني أكون متجوزة حد وبحب حد تاني. يا ترى ده كان اختبار عشان تتأكد أنا عارفة المستجدات ولا لأ؟ حاول تقتنع إننا حقيقيين مع بعض. أنت جبت بيانات من مدرسة القديمة منين؟ مش احنا عضلاتنا متوصلة ببعض عشان نتقابل؟ أيوه. ده بيخليني أحس باللحظات السعيدة في حياتك. وهنا ده العالم بتاعي. أقدر أتحكم في كل تفصيلة فيه عشان أساعدك. كل الموضوع إني حبيت أختار مكان يعرفك أنت مهم قد إيه عندي. يا ابني انا مش هبيع النهارده ولا بكره. انا بخرج لغايه السبت الجاي. عشان مش ده اللي أنا محتاجه منك. يا عم اسكت. أنا كنت عايزة أبسطك. أنا عارفة إن أنت مش مبسوط مع مراتك. أنا آسفة وأنا قلت حاجة غلط. انا ما كنتش عارف. ترى مش عندي شغل كتير. كالعادة. هو انت تعرف ان الراجل بيلعب العاب عنف الاطفال يضربوه؟ يونس يا يونس رد عليا. أستاذ سليم. بس اتفضل هتدخل. تحت أمرك. كنت محتاجة حضرتك توافقلي على أجازة لمدة أسبوع بداية من بكرة. أنا مش مهندس. أنت عارفة إن إحنا لسه ما خلصناش من الاختراق الأمني اللي حصل. نزلت اول 3 حلقات على اللاب. أنا كنت محتاجاها لأسباب أسرية. حضرتك عارف إن أنا ما باخدش أجازات خالص غير لأسباب شهرية. والله يا باشمهندس أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه. محتاجة حاجة يا مريم؟ تشوفها النهارده؟ لا يا باشمهندس هي باشمهندسة كانت عايزة أجازة أسبوع يعني. حضرتك عارف الوضع وأنا محرج منها جدا. أنا يا باشمهندس عندي ظرف عائلي
وكنت وضحت ده للاستاذ سليم، بس طبعا لو شركة محتاجيني انا هبقى موجوده. لا لا، اللي انت محتاجاه يحصل. استاذ سليم من فضلك ادي مريم الاجازه اللي عايزاها. متشكره يا باشمهندس يونس. شوف مين بقى هيشيل شغلها قبل ما تاخد الاجازه. ما انا عشان كده قلت بلاش يا باشمهندس. اتصرف يا استاذ. ماشي. بتشوف ساعتها. بس كده انا كمان بصراحه بقى محتاج اجازه يومين. مفيش اجازات، احنا نظر. بقول لك كلهم قاعدين. وده انا نظر. تقول حاجه سليم؟ بقول بجد تحترم ساعتها. عشان رايح ده باين من بره. عندي اجتماع مهم جدا في الافتراضي، عايز هدوء تام وعزل كل للصوت. ممنوع دخول اي حد مهما كانت الاسباب. سيتم تنفيذ الاوامر بدقه. النهارده انا جيت بنفسي عشان نكرم يونس محمود الاول على المدرسه. راجع من الزمن. هو ايه عايز ارجع بالزمن؟ راجع من الزمن، هو ده يوم الزمن. هو ليه تمام نرجع بالزمن؟ انت ازاي وصلت لليوم ده؟ عرفت انه يوم مهم بالنسبه لي. عرفت منين؟ ليه مصر تتعب نفسك في التفكير؟ ليه مش عايز تتبسط باللحظه اللي انت عايشها؟ بحب اكون فاهم، وده اللي خلاني شاطر في شغلي. احنا اتفقنا ان احنا مش في الشغل، مش مهم نفهم، المهم ان احنا مع بعض. الأول على المدرسة مش كنا دخلنا دي حاجة تخليك فخور جدا بنفسك وانت طفل، مش كنا دخلنا الساعة 1. حاجة تخليك عمرك ما تنسى اليوم ده أبدا. لقيتني مش شغال. هو فعلا يوم مهم، بس مش عشان التكريم. بص انا مش عارف. اليوم ده كان مهم بالنسبة لي لأني اتعب فيه من مصاريف المدرسة. عشان ايه؟ مش عارف على طول. وده كان اليوم الوحيد مش عارف. لا نطلع فوق. اللي قدرت أخفف فيه عن والدي حمل من أحماله. يا عم السبب لما شفناها فلوس كام؟ خلينا ما نفكرش في اللحظات الحزينة. أنا آسفة قلبت عليك المواجع، ما كانش قصدي. نتكلم في حاجة تانية. أنت خدت لي أجازة النهاردة. كنت مرهقة شوية من التفكير. في إيه؟ فيك. شرط صح يا ابني أكون متجوزة حد وبحب حد تاني. يا ترى ده كان اختبار عشان تتأكد أنا عارفة المستجدات ولا لأ؟ حاول تقتنع إننا حقيقي مع بعض. أنت جبت بيانات مدرسة القديمة منين؟ مش احنا قدراتنا بنبص على بعض عشان نتقابل؟ أيوه. ده بيخليني أحس باللحظات السعيدة في حياتك. وهنا ده العالم بتاعي، أقدر أتحكم في كل تفصيلة فيه عشان أساعدك. كل الموضوع إني حبيت أختار مكان يعرفك أنت مهم قد إيه عندي. يا ابني انا مش هبيع النهارده ولا بكره. انا بخرج لغايه السبت الجاي. اقسم بالله. مش ده اللي أنا محتاجه منك. يا عم اسكت. أنا كنت عايزة أبسطك. أنا عارفة إن أنت مش مبسوط مع مراتك. أنا آسفة وأنا قلت حاجة غلط. انا ما كنتش عامل. أنا مضطرش عندي شغل كتير. المهندسة مريم تنتظرك في الواقع الافتراضي. أسرع يا أستاذ.
رايك؟ معجزة صح؟ قولي معجزة؟ يعني الباشمهندسة مريم أخذت من وقتها الثمين عشان تعمل لي أنا موعد غرامي؟ وكمان اخدت اجازه اسبوع من شغلها مخصوص علشانك. ماشي. مش فاهم حاجة. ايه ده؟ طيب بما إننا في المكان الرومانسي العظيم الساحر ده، مش حابة تحكي لي شوية عن إجازاتكم في الشهر اللي فات؟ بطل رحمة يا روبي، انا فعلا خدت اجازه علشانك. شكرا. طب ما تبصليش قوي كده عشان انت عارف ان انا بكسف. أنا هموت وأعرف من ساعة ما اتجوزنا إيه اللي كسبك في كلمة شكرا دي؟ على فكره انا عندي ليك مفاجاه. خير. انا حامل. لا خد راحتك انا ما اعرفش هو مستنيك. معلش يا رب معلش. وبعدين انت مش لاقي غير البغل ده وتلعب معاه. انت عملت له ايه عشان يعمل فيك كده؟ انا نفسي اعرف انا عملت له ايه وبعدين اعمل ايه؟ انت سايبني لوحدي، كان جوايا طاقه الشطرنج عايز افرغها. متاكد ان انت اللي شاركتها؟ مش مهم، سيبك مني خالص. هطلع ارجع منك وطمن عليك. قول لي بقى الحل بتاع مروان ده نجح؟ نجح. ده نجح بشكل يخوفني. ازاي يعني؟ تعرف معلومات خاصة جدا ليها. هي أي نعم مش دقيقة، لكن كون إنها وصلت للمعلومات دي ده في حد ذاته شيء مرعب. وايه المرعب في كده؟ ما هي نظرتها متوصلة بنظرتك، وأنت بتقولي بيتحكم فيها ذكاء اصطناعي. فطبيعي إن هو يحاول يستغل كل المعلومات المتاحة عشان ينفذ مهامه بشكل دقيق. ومهمتها اللي اتبرمجت عشانها معلش مش عارف أغلس بيه. اللي اتبرمجت عشانها هي سعادتك. خلاص هتحاول تعمل ده بكل الطرق. هو كلام منطقي وجميل وكل حاجة، بس التكيف مع ده مرعب، خصوصا لو انت كنت مهندس زي حالاتي. معاك حق طبعا. بس قول لي بقى انت عامل ايه مع مراتك صحيح؟ هي كلفتك ولا ايه؟ ايه يوم في ايه؟ لا انا مش ناقص ارجوك. هادي نفسك، انا بس بحاول اطمن عليك يعني. خلاص طمنت. عليك يا سيدي لقيت الإعداد كل اللي بعثك كمان. أنا اللي ناقصني مع شروق. أمي. أيوه. إيه؟ أمك؟ استغفر الله العظيم يا رب. ده يا باشمهندس كل حاجة عن تحديث الحوادث. بس بصراحة بقى إحنا عندنا خلاف بين إدارة التطوير والإدارة المالية. وأنت يا أستاذ سليم رأيك إيه؟ أنا رأيي رأي حضرتك طبعا. بقول لك رأيك أنت إيه؟ الصراحة أنا مع الإدارة المالية. أنا آسف جدا يا باشمهندس، بس أنا عندي شعور يعني إن إحنا مش محتاجين لتحديث، مش عارفين غير شوية رفاهيات وتكلفة عالية جدا. والله ما مركز معاه. الصوت بتاع عطاء. كل بلاء وطاعة جلالة الملك. مش عارف ايه ده فلوس. ايه اللي مضايق مولاي يا ملك؟ يا ترى مشاكل هو الشغل؟ 100 دقيقة. أكيد مشاكل الشغل ما تخلصش. بقول لك إيه رأيك في تحديث العواكس؟
ايه تحديث العواكس ده؟ ده تحديث هيخلي المستخدمين يقدروا يتحكموا بدقة أكبر في مستويات الإضاءة والألوان. ده يخلي المشاريع بتاعتنا الإنشائية عالية الطراز. وانت رأيك ايه؟ المالية خلاص بقى وبدول قربت نصرف دلوقتي، إنما التطوير شايفينه إضافة كبيرة وهيميزنا. وانا شايفه ان الاتنين صح. ازاي؟ انت هتنفذ المشروع بس على مباني جديده مش القديمه، وتخلي المباني دي خاصه باللي يدفع اكتر. كده هتخلي الشركه تلم المصاريف كلها في اسرع وقت. التحديث لو نزل لازم ينزل على كل المباني. الطبقية عكس قوانين شركة العدنان. بالعكس انا شايفه انها مش طبقيه خالص، دي مميزات اضافيه اللي عايزها هيدفع اكتر. ممكن. ايه؟ انت كده بدأتي تقدمي لي اللي انا محتاجه. هو ده بس اللي انت محتاجه؟ اعتقد انها فكرة مش معترضة يا باشمهندس، بس لازم تتنفذ بدقة شديدة عشان الرقابة الإدارية ما ترفضهاش والرأي العام ما يتقلبش علينا. هنتحرك يا باشمهندس. تمام. شكرا. الأهم دلوقتي تفسير الخلل اللي حصل في السديم. بعد تحقيقاتنا في الخلل الغريب اللي حصل للأسف بقينا شبه متأكدين إن ده اضطراب أمني مش مجرد خلل نظامي. ازاي ما تمش الكشف عنه قبل حدوثه؟ لأن اللي حصل ده غالبا حصل من الواقع الافتراضي. الكلام ده خطير جدا يا باشمهندس. احنا ممكن في ثانية واحدة يتسرق كل تعب السنين اللي فاتت دي. احنا مشروعات الشركة الإنشائية كلها عبارة عن بيانات على الاسم ما يكفي وزنا. ما اعتقدش ان الموضوع يوصل للدرجات يا باشمهندس. اللي انا اعرفه ان الافتراضي المظلم ده اللي بيتحكم فيه شويه مجرمين خارجين عن القانون، مش مؤسسات يعني. مجرمين ممكن يكونوا مدعومين من مؤسسات. وبعدين العالم ده حدود الانشاءات فيه مش مفهومه لغايه النهارده، وممكن اختراقاته توصل لغايه بيتك ومش بيتك بس، ده ممكن الاختراقات دي توصل لحياتك الشخصيه نفسها. يا جماعة أنا كنت ممكن جدا أتفهم الغرض من الاختراق ده إذا كان يسبب في يعني سرقة بيانات أو حتى مسح جزء منها، لكن هو نظريا لا. انا بس بحاول اطمن عليك يعني. خلاص طمنت. عليك يا سيدي. لقيت الادله كل اللي بعثها كمان. أنا اللي ناقص مع شروط. أمي. ايوه. ايه؟ امك؟ استغفر الله العظيم يا رب. ده يا باشمهندس كل حاجه عن تحديث الحوادث. بس بصراحه بقى احنا عندنا خلاف بين اداره التطوير والاداره الماليه. وأنت يا أستاذ سليم رأيك إيه؟ انا رايي من راي حضرتك طبعا. بقول لك رأيك أنت إيه؟ الصراحه انا مع الاداره الماليه. انا اسف جدا يا باشمهندس، بس انا عندي شعور يعني ان احنا مش محتاجين لتحديث، مش هنجيب غير شويه رفاهيات وتكلفته عاليه جدا. والله مركز معاه. الصوت بتاع عطاء.
كل بلاء وطاعة جلالة الملك. مش عارف ايه لسه في النص. ايه اللي مضايق مولاي الملك؟ يا ترى مشاكل هو الشغل؟ 100 دقيقة 100 دقيقة. أكيد مشاكل الشغل ما تخلصش. بقول لك ايه رايك في تحديث العواكس؟ ايه تحديث العواكس ده؟ ده تحديث هيخلي المستخدمين يقدروا يتحكموا بدقه اكبر في مستوى الاضاءه والالوان داخل المشاريع بتاعتنا الانشائيه على الافتراضي. وانت رايك ايه؟ الماليه رافضه وبتقول غلط نص دلوقتي، انما التطوير شايفينه اضافه كبيره وهيميزنا. وانا شايفه ان الاتنين صح. ازاي؟ انت هتنفذ المشروع بس على المباني الجديده مش القديمه، وتخلي المباني دي خاصه باللي يدفع اكتر. كده هتخلي الشركه تلم المصاريف كلها في اسرع وقت. التحديث لو نزل لازم ينزل على كل المباني. الطبقيه عكس قوانين شركه العدنان. بالعكس انا شايفه انها مش طبقيه خالص، دي مميزات اضافيه اللي عايزها هيدفع اكتر. ممكن. ايه؟ انت كده بدأتي تقدمي. النهارده انا جيت بنفسي عشان نكرم يونس محمود الاول على المدرسه. هو رجع من الزمن، هو ده يوم الزمن. هو قال لي تمام من كام سنة. انت ازاي وصلت لليوم ده؟ عرفت انه يوم مهم بالنسبه لي. عرفت منين؟ ليه مسامة تتعب نفسك في التفكير؟ ليه مش عايز تتبسط باللحظه اللي انت عايشها؟ بحب اكون فاهم، وده اللي خلاني شاطر في شغلي. احنا اتفقنا ان احنا مش في الشغل، مش مهم كده، المهم ان احنا مع بعض. الأول على المدرسة مش كنا دخلنا دي حاجة تخليك فخور جدا بنفسك وانت طفل، مش كنا دخلنا الساعة حاجة تخليك عمرك ما تنسى اليوم ده أبدا. لقيتني مش شغال. هو فعلا يوم مهم، بس مش عشان التكريم. اليوم ده كان مهم بالنسبة لي لأني اتعافيت من مصاريف المدرسة. عشان ايه؟ وده كان اليوم الوحيد مش عارف اللي قدرت أخفف فيه عن والدي حمل من أحماله. يا عم استبر لما شفناها فلوس كام. خلينا ما نفكرش في اللحظات الحزينة. أنا آسفة قلبت عليك المواجع، ما كانش قصدي. نتكلم في حاجة تانية. أنت خدت لي أجازة النهاردة؟ كنت مرهقة شوية من التفكير. في إيه؟ فيك. مش عارفة صح يعني أكون متجوزة حد وبحب حد تاني. يا ترى ده كان اختبار عشان تتأكد أنا عارفة المستجدات ولا لأ؟ حاول تقتنع إننا حقيقي مع بعض. أنت جبت بيانات من الأسئلة دي منين؟ مش احنا قدرنا نبص على بعض عشان نتقابل؟ أيوه. ده بيخليني أحس باللحظات السعيدة في حياتك. وهنا ده العالم بتاعي، أقدر أتحكم في كل تفصيلة فيه عشان أساعدك. كل الموضوع إني حبيت أختار مكان يعرفك أنت مهم قد إيه عندي. يا ابني أنا مش هبيع النهاردة ولا بكرة، أنا بخلي لغاية السبت الجاي عشان مش ده اللي أنا محتاجه منك. يا عم اسكت. أنا كنت عايزة أبسطك. أنا عارفة إن أنت مش مبسوط مع مراتك. أنا آسفة
المهندس أمل ينتظر في الموقع الافتراضي. وعزل كل للصوت. ممنوع دخول اي حد مهما كانت الاسباب. سيتم تنفيذ الأوامر بدقة. النهارده انا جيت بنفسي عشان نكرم يونس محمود الاول على المدرسه. ورجع من الزمن، هو ده يوم الزمن. وقالي تمام من رمضان. انت ازاي وصلت لليوم ده؟ عرفت إنه يوم مهم بالنسبة لي. عرفت منين؟ ليه مصر تتعب نفسك في التفكير؟ ليه مش عايز تتبسط باللحظة اللي أنت عايشها؟ بحب اكون فاهم، وده اللي خلاني شاطر في شغلي. احنا اتفقنا إن احنا مش في الشغل، مش مهم تفهم، مهم إن احنا مع بعض. الأول على المدرسة مش كنا دخلنا الساعة؟ حاجة تخليك فخور جدا بنفسك وأنت طفل. مش كنا دخلنا الساعة 1؟ حاجة تخليك عمرك ما تنسى اليوم ده أبدا. لقيتني مش شغال. هو فعلا يوم مهم، بس مش عشان تتكلم. اليوم ده كان مهم بالنسبة لي، إن لقيت عفريت من مصر في المدرسة. عشان إيه؟ وده كان اليوم الوحيد مش عارف اللي قدرت أخفف فيه عن والد حمل من أحماله. يا عم السبب لما شفنا فلوس كام؟ خلينا ما نفكرش في اللحظات الحزينة. أنا آسفة قلبت عليك المواجع، ما كانش قصدي. نتكلم في حاجة تانية. أنت خدت ليه أجازة النهاردة؟ كنت مرهقة شوية من التفكير. في إيه؟ فيك. مش عارفة صح يا ابني أكون متجوزة حد وبحب حد تاني. يا ترى ده كان اختبار عشان تتأكد أنا عارفة المستجدات ولا لأ؟ حاول تقتنع إننا حقيقي مع بعض. أنت جبت بيانات مدرسة القديمة منين؟ مش احنا نظراتنا متوصلة ببعض عشان نتقابل؟ أيوه. ده بيخليني أحس باللحظات السعيدة في حياتك. وهنا ده العالم بتاعي، أقدر أتحكم في كل تفصيلة فيه عشان أساعدك. كل الموضوع إني حبيت أختار مكان يعرفك أنت مهم قد إيه عندي. يا ابني أنا مش هبيع النهاردة ولا بكرة، أنا بخلي لغاية السبت الجاي. مش ده اللي أنا محتاجه منك. يا عم اسكت. أنا كنت عايزة أبسطك. أنا عارفة إن أنت مش مبسوط مع مراتك. أنا آسفة وأنا قلت حاجة غلط. أنا مش عندي شغل كتير. المهندس أمل ينتظر في الموقع الافتراضي. أسرع يا أستاذ. لا، معقول؟ أنا مش مصدق عينيا.
معجزة؟ يعني الباشمهندسة مريم أخذت من وقتها الثمين عشان تعمل أنا موعد غرامي؟ وكمان أخدت أجازة أسبوع من شغلها مخصوص علشانك. ماشي. مش فاهم حاجة. طيب بما إننا في المكان الرومانسي العظيم الساحر ده، مش حابة تحكي لي شوية عن أجازتكم في الشتاء الشهر اللي فات؟ بطل رحمة يا رامي، أنا فعلا خدت أجازة علشانك. شكرا. طب ما تبصليش قوي كده عشان أنت عارف إن أنا بكسف. أنا هموت وأعرف من ساعة ما اتجوزنا إيه اللي كسبك في كلمة شكرا دي؟ على فكرة أنا عندي ليك مفاجأة. خير. أنا حامل. لا خد راحتك، أنا معرفش، هو مستنيك. معلش يا رجاء معلش. وبعدين أنت مش لاقي غير البغل ده وتلعب معاه. ده عملت له إيه عشان يعمل فيك كده؟ انا لسه اعرف انا عملت له ايه؟ وبعدين اعمل ايه؟ انت سايبني لوحدي. كان جوايا طاقه شطرنج عايز افرغها. متأكد إن أنت اللي شاركتها؟ مش مهم، سيبك مني خالص. هطلع ارجع منك واطمن عليك. قول لي بقى الحل بتاع مروان ده نجح؟ نجح. ده نجح بشكل يخوفني. ازاي يعني؟ تعرف معلومات خاصة جدا بيها. هي أي نعم مش دقيقة، لكن كون إنها وصلت للمعلومات دي ده في حد ذاته شيء مرعب. وايه المرعب في كده؟ ما هي نظرتها متوصلة بنظرتها، وانت بتقولي بيتحكم فيها ذكاء اصطناعي. فطبيعي ان هو يحاول يستغل كل المعلومات المتاحة عشان ينفذ مهامه بشكل دقيق. ومهمتها اللي البرنامج اللي عشانها معلش مش عارف اخلص بيه. اللي البرنامج اللي عشانها هي سعادة. خلاص هتحاول تعمل ده بكل الطرق. هو كلام منطقي وجميل وكل حاجة، بس التكيف مع ده مرعب، خصوصا لو انت كنت مهندس زي حالاتي. معاك حق طبعا. بس قول لي بقى انت عامل ايه مع مراتك صحيح؟ طمني. هي كلمتك ولا ايه؟ ايه يوم في ايه؟ لا انا مش مهندس ارجوك. هادي نفسك، انا بس بحاول اطمن عليك يعني. خلاص طمنت. اديك يا سيدي لقيت اللي بيقدم لك كل اللي ناقصك كمان. أنا اللي ناقصني المحشور. أمي. أيوه. إيه؟ أمك؟ استغفر الله العظيم يا رب. ده يا باشمهندس كل حاجة عن تحديث الحوادث. بس بصراحة بقى احنا عندنا خلاف بين إدارة التطوير والإدارة المالية. وأنت يا أستاذ سليم رأيك إيه؟ أنا رأيي رأي حضرتك طبعا. بقول لك رأيك أنت إيه؟ الصراحة أنا مع الإدارة المالية. أنا آسف جدا يا باشمهندس، بس أنا عندي شعور يعني إن إحنا مش محتاجين لتحديث، مش هنجيب غير شوية رفاهيات وتكلفة عالية جدا. والله مركز معاه. الصوت بتاع طارق. كل بلاء وطاعة جلالة الملك. مش عارف ايه ده ساعة ونص. ايه اللي مضايقنا ولاية الملك؟ يا ترى مشاكل في هو الشغل؟ 100 دقيقة 100 دقيقة. أكيد مشاكل الشغل ما تخلصش. بقول لك إيه رأيك في تحديث العواكس؟ ايه تحديث العواكس ده؟
ده تحديث هيخلي المستخدمين يقدروا يتحكموا بدقة أكبر في مستويات الإضاءة والألوان داخل المشاريع بتاعتنا الإنشائية على الافتراضي. وانت رأيك ايه؟ المالية رافضة وبتقول غلط نصف دلوقتي، إنما التطوير شايفينه إضافة كبيرة وهيميزنا. وانا شايفه ان الاتنين صح. ازاي؟ انت هتنفذ المشروع بس على المباني الجديدة مش القديمة، وتخلي المباني دي خاصة باللي يدفع أكتر. كده هتخلي الشركة تلم المصاريف كلها في أسرع وقت. التحديث لو نزل لازم ينزل على كل المباني. الطبقية عكس قوانين شركة العدنان. بالعكس أنا شايفة إنها مش طبقية خالص، دي مميزات إضافية، اللي عايزها هيدفع أكتر. ممكن. ايه؟ انت كده بدأتي تقدمي لي اللي انا محتاجه. هو ده بس اللي انت محتاجه؟ اعتقد انها فكره مش بطاله يا باشمهندس، بس لازم تتنفذ بدقه شديده عشان الرقابه الاداريه ما ترفضهاش والراي العام ما يتلفش علينا. هنتحرك يا باشمهندس. تمام. شكرا. الاهم دلوقتي تفسير الخلل اللي حصل في السديم. بعد تحقيقاتنا في الخلل الغريب اللي حصل للأسف بقينا شبه متأكدين إن ده اختراق أمني مش مجرد خلل نظامي. ازاي ما تمش الكشف عنه قبل الحدوث؟ لأن اللي حصل ده غالبا حصل من الموقع الافتراضي المسلم. الكلام ده خطير جدا يا باشمهندس. احنا ممكن في ثانية واحدة يتسرق كل تعب السنين اللي فاتت دي. احنا مشروعات الشركة الإنشائية كلها عبارة عن بيانات على جزء ما يكتب وزنا. ما اعتقدش ان الموضوع يوصل للدرجات يا باشمهندس. اللي انا اعرفه ان الافتراضي المظلم ده اللي بيتحكم فيه شويه مجرمين خارجين عن القانون، مش مؤسسات يعني. مجرمين ممكن يكونوا مدعومين من مؤسسات. وبعدين العالم ده حدود الانشاءات فيه مش مفهومه لغايه النهارده. ممكن اختراقاته توصل لغايه بيتك ومش بيتك بس، ده ممكن الاختراقات دي توصل لحياتك الشخصيه نفسها. يا جماعة أنا كنت ممكن جدا أتفهم الغرض من الاختراق ده إذا كان يتسبب في يعني سرقة بيانات أو حتى مسح جزء منها، لكن هو نظريا لا. هو فاهم مركز معاه. بتاع عطار. كل بلاء وطاعة كانت الملك. ايه اللي مضايق مولاي الملك؟ يا ترى مشاكل الشغل؟ اكيد مشاكل الشغل ما تخلصش. بقول لك ايه رأيك في تحديث العواكس؟ ايه تحديث العواكس ده؟ ده تحديث هيخلي المستخدمين يقدروا يتحكموا بدقة أكبر في مستويات الإضاءة والألوان داخل المشاريع بتاعتنا الإنشائية على الافتراضي. وانت رأيك ايه؟ المالية رافضة وبتقول غلط نصف دلوقتي،
إنما التطوير شايفينه إضافة كبيرة وهيميزنا. وانا شايفه ان الاتنين صح. ازاي؟ انت هتنفذ المشروع بس على مباني جديده مش القديمه، وتخلي المباني دي خاصه باللي يدفع اكتر. كده هتخلي الشركه تلم المصاريف كلها في اسرع وقت. التحديث لو نزل لازم ينزل على كل المباني. الطبقية عكس قوانين شركة العدنان. بالعكس انا شايفه انها مش طبقيه خالص، دي مميزات اضافيه، اللي عايزها هيدفع اكتر. ممكن. ايه؟ انت كده بدأتي تقدمي لي اللي انا محتاجه. هو ده بس اللي انت محتاجه؟ اعتقد انها فكره مش بطاله يا باشمهندس، بس لازم تتنفذ بدقه شديده عشان الرقم الاداري ما ترفضهاش والراي العام ما يتقلبش علينا. هنتحرك يا باشمهندس. تمام. شكرا. الاهم دلوقتي تفسير الخلل اللي حصل في السديم. بعد تحقيقاتنا في الخلل الغريب اللي حصل للأسف بقينا شبه متأكدين إن ده اختراق أمني مش مجرد خلل نظامي. ازاي ما تمش الكشف عنه قبل الحدوث؟ لأن اللي حصل ده غالبا حصل من الواقع الافتراضي المسلم. الكلام ده خطير جدا يا باشمهندس. احنا ممكن في ثانية واحدة تتسرق كل تعب السنين اللي فاتت دي. احنا مشروعات الشركة الإنشائية كلها عبارة عن بيانات على الاسم ما يكتب وصفا. ما اعتقدش ان الموضوع يوصل للدرجات دي يا باشمهندس. اللي انا اعرفه ان الافتراضي المظلم ده اللي بيتحكم فيه شويه مجرمين خارجين عن القانون، مش مؤسسات يعني. مجرمين ممكن يكونوا مدعومين من مؤسسات. وبعدين العالم ده حدود الإنشاءات فيه مش مفهومة لغاية النهارده. وممكن اختراقاته توصل لغاية بيتك ومش بيتك بس، ده ممكن الاختراقات دي توصل لحياتك الشخصية نفسها. يا جماعة أنا كنت ممكن جدا أتفهم الغرض من الاختراق ده إذا كان اتسبب في يعني سرقة البيانات أو حتى مسح جزء منها، لكن هو نظريا لا. شكرا. الأهم دلوقتي تفسير الخلل اللي حصل في السديم. بعد تحقيقاتنا في الخلل الغريب اللي حصل للأسف بقينا شبه متأكدين إن ده اختراق أمني مش مجرد خلل نظامي. ازاي ما تمش الكشف عنه قبل الحدوث؟ لأن اللي حصل ده غالبا حصل من الواقع الافتراضي المسلم. الكلام ده خطير جدا يا باشمهندس. احنا ممكن في ثانية واحدة تتسرق كل تعب السنين اللي فاتت دي. احنا مشروعات الشركة الإنشائية كلها عبارة عن بيانات على الاسم ما يكتب وصفا. ما اعتقدش ان الموضوع يوصل للدرجات دي يا باشمهندس. اللي انا اعرفه ان الافتراضي المظلم ده اللي بيتحكم فيه شويه مجرمين خارجين عن القانون، مش مؤسسات يعني. مجرمين ممكن يكونوا مدعومين من مؤسسات. وبعدين العالم ده حدود الإنشاءات فيه مش مفهومة لغاية النهارده. وممكن اختراقاته توصل لغاية بيتك ومش بيتك بس، ده ممكن الاختراقات دي توصل لحياتك الشخصية نفسها. يا جماعة أنا كنت ممكن جدا أتفهم الغرض من الاختراق ده إذا كان اتسبب في يعني سرقة بيانات أو حتى مسح جزء منها، لكن هو نظريا لا. I think that Mr. Yunus is facing a connectivity issue or something like that, but don't worry, we will run it now. عدم اتصال بنجاح. Here we are. The connection has been restored. عدم اتصال بنجاح. فقد
عملت ايه؟ هو في مشكلة في حساب حضرتك يا باشمهندس؟ أنا مش بلغتك قبل كده إني مش هبيع. الله ينور عليك يا باشمهندس. يلا يا ساتر، يلا مفيش بيع، يلا بتاع الإنجليزي أنت يلا. كده خلاص. يوم الانتخابات المرشح المنافس سأل عن موافقتي على بيع أرض السليم لمصلحة جهات أجنبية. في الواقع أنا كنت بالفعل بفكر أوافق لحل أزمات تانية، لكن فجأة لقيت في مؤامرات بتحاك ضدي للتأثير على قراراتي، وتم ابتزازي بفيديوهات كلكم شفتوها. جايز أكون أخطأت بالفعل، لكن بمجرد ما حسيت إن في خطر كنت هخسر حياتي وأسرتي وشغلي في سبيل الحفاظ على سيرفرات العرب وبياناتهم الشخصية من خطر القرصنة. كنت هخسر حياتي في سبيل إني ما أخسرش شبر أرض واحد دينا كعرب، حتى لو كان على الواقع المختلف. ومن النهارده أي اجتماعات أو صفقات هتتم في عالمنا الحقيقي، عالمنا اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه لنا، واحنا قررنا نسيبه ونمشي. ولو لقيتوني في يوم من الأيام غيرت كلامي فلازم توقفوني، لأن ساعتها أكيد مش هكون يونس العربي. تأكدي إن الانفصال أفضل كتير، لأن هنا ما نقدرش نحترم بعض قدام الدنيا. ايوه بس انا مش هسيب راضي. راضي هيعيش معايا. طبعا هيعيش معاكي. أنا اتأكدت خلاص إن راضي كبر وبقى راجل ويقدر يحمل مامك. ما تقلقيش، حسابك في البنك هيفضل يوصل له نفس المبلغ كل شهر، وهستناكم كل يوم علشان اشوفكم. صح يا راضي؟ راضي، انا متاكد انك هتعرف بعد كده ان اللي عملته ده كان مصلحه مش انانيه. مش قلت لك يا باشمهندس ان انا فخوره بيك جدا؟ ايوه بعتذر جدا عن الفيديوهات اللي ما كانش ليا يد فيها قوي يعني. انا متفهمه جدا والله. حصل لك حاجه بسبب الفيديوهات دي؟ ولا حاجه، اتطلقت. هو ما قدرش يساهم انها متفرقه، وانا ما اقدرش اعيش مع واحد ما بيقدرنيش. والله كده قرب يخلص. نعم؟ لا ولا حاجه. والله اقسم بالله مش على فكره هي هي الفيديوهات مش كلها متفبركه.